اخويا الزملكاوي في مباراة لا غالب فيها ولا مغلوب، الزمالك يخرج من تعادل صعب قدام نادي بيراميدز. بصراحة نتيجة مش متوقعة للفرقتين. هتقول لي ازاي للفرقتين؟ انا قلت لك في الحلقة اللي فاتت ان الزمالك محطوط قدام وضع صعب قدام نادي بيراميدز عشان خاطر الصفقات الجديدة، وبيراميدز محطوط في اختبار اصعب لان معاه صفقات كتيرة والمفروض يعمل نتيجة ايجابية. لكن النهارده الزمالك في 10 دقايق بالظبط او في 5 دقايق تحديدا نادي الزمالك يغير النتيجة من هزيمة 1-0 لفوز 2-1. سيبك من البداية دي كلها وتعالى في تفاصيل فنيه حصلت في بدايه المباراه. الزمالك بدا المباراه والسوري دخل بتشكيل غلطان بنسبه مليون في الميه اللي يقول لك ان التشكيل صح. والسوري ممكن اسالك سؤال، كانت دماغك فين وانت بتحط التشكيل ده؟ ليه تحرق ايشو؟ ليه تحط محمد صبحي جول؟ مع احترامك خلاص عواد مصاب ما اختلفناش. ليه دونجا ما بيلعبش اساسي على رؤى؟ ايه اللي بيميز رؤى يخليه يلعب اساسي في بدايه اللقاء؟ انا مش عارف رؤى ده فايدته ايه في نادي الزمالك. بعد تشكيل اسوري والخزعبلي والزمالك بدا اللقاء، الزمالك بدا مضغوط. بصراحه انا عايز اقول لك وعايز اكون بص دعوه مستجاب، الله يخرب بيتي اللي ماشي مصطفى فتحي من الزمالك. ايه اللعيب ده؟ والله العظيم لعيب قيمه وقامه في بيراميدز. الراجل بيسوق من نص ملعب بيحط مهاجم قدام الجول. مصطفى فتحي مع بيراميدز تحول لشخصيه لعيب كبير، شخصيه اللاعب اللي يقدر تعتمد عليه. هياخد مكان عبد الله السعيد ومش هتحس باثر في نادي بيراميدز. وانا قلت لك قبل كده عبد الله السعيد لو هيلعب شوط واحد والله لو بيجري واحد، عبد الله السعيد لعيب تقيل. وبص الفاول اللي حطه النهارده، الزمالك مش هقول لك ان الفاول محطوط بنسبه مليون في الميه، لكن تغييرات عبد الله في الاتجاهات، الراجل يقدر يغير الهجمه من اليمين والشمال. النهارده تسبب من كوره من خطا لنادي الزمالك في الحيطه بصت لعبد الله السعيد، انت عايز ايه؟ عايز جون؟ خلاص انا هوصله لك ونحط جون. ايه يا عم ده؟ ايه دي لعيبه بتطالب بفلوسها؟ يعني الكوره تنحط في خلل دفاعي بتنط وسايبين مسافه قد كده عشان الكوره تعدي، وانت يا عم محمد صبحي شايف الحيطه ما تظبطها شويه؟ ايه اللي بيحصل في نادي الزمالك ده؟ بعد هدف عبد الله السعيد الزمالك بان انه ضعيف فنيا جدا. هجمات بيراميدز كانت اخطر، الزمالك ما كانش موجود فنيا في اولى مجريات الشوط الاول خالص. الزمالك بان بعد تغييرات اسوري في الشوط الثاني، الزمالك تحول لفريق بيعرف يلعب كوره كويس. يعني تغييرات اسوري لو فيها ابو الفتوح وزيزو كان الزمالك كسب النهارده مش يتعادل. الشوط الاول انتهى بحلوه بوحشته بكل حاجه، الزمالك عدى من مأزق كبير. هو بيراميدز كان ضاغط لكن هجماته ما كانتش مؤثره بنسبه مليون في الميه لكن على ناس زي، لكن تحس ان بيراميدز اقرب مليون في الميه ان يجيب الهدف الاول عن نادي الزمالك. اسوري بعدها عرف انه غلطان وعمل تغييراته. التغييرات دي اثرت بنسبه مليون في الميه على اداء نادي الزمالك. ينقص بس كانت تغيير عمر جابر اللي هدف بيراميدز التعادل الثاني كان جاي من ناحيته وهرجع لك فيها قدام، لكن الزمالك بعدها قدر يلعب كوره ويمسك كوره ويبني هجمات ويهدد مرمى بيراميدز لحد ما قدر دونجا يخطف الهدف الاول لنادي الزمالك. قلت بس كده حلو، انا مش محتاج الا ده، لان نضاي بعدها هيفاجئني، ابراهيم نضاي يفاجئني انه بيحط كوره براسه ما شفناهاش من زمان، ان في وينج في نادي الزمالك بيحط كوره براسه من ايام المرحوم اشرف بن شرقي. اقسم بالله انا افتكرت اشرف بن شرقي في الكوره دي مع انه كوره واطيه، لكن ان انا اشوف وينج في نادي الزمالك بيحط كوره براسه من اسيست محترم لمستوى شلبي. الراجل بصراحه بدا يرجع مع نادي الزمالك ومستواه اللي كان بيلعب فيه في بيراميدز بدا يرجع في نادي الزمالك. اللي قعدت سنه انتقد فيها مستوى شلبي انا بقول لك حقك عليا، لان مستواك الفتره الاخيره في الموسم اللي فات وبدايه الموسم السنه دي بتقدم مستوى كويس مع نادي الزمالك. لو استمريت على المستوى ده هتحجز مكان اساسي في تشكيله نادي الزمالك. بعد هدف ابراهيم نضاي انا ما كنتش مصدق، قلت بس الزمالك المفروض يحاول يضغط على بيراميدز مش عشان يجيب الهدف الثالث، لا عشان اقوى وسيله للدفاع هي الهجوم. لكن ليه يا اسوري خليت الزمالك مدافع؟ او محمود علاء رجوعه لنادي الزمالك حاجه كويسه وعمل ماتش كويس النهارده، لكن محمود علاء متاثر والله اللي يقول لك غير كده كداب من ساعه نهائي القضيه بتاعت قفشه قدام الاهلي والزمالك، من ساعه ماتشنا مع الاهلي ومحمود علاء ضايع خالص. محمود علاء الماتش انتهى وخلص بحلو بمجه بكل حاجه، انت لعيب كويس ولعيب تقيل ولعيب انا بثق فيك شخصيا ومدافع هداف. سيبك من كل الانتقاد دي، انت لو خليتك كده مش هتبقى من احسن اللاعبين داخل نادي الزمالك. انت لعيب لو استمريت بنفس الذكاء اللي كنت ماشي فيه قبل نهايه القضيه هتبقى من احسن الهدافين او احسن المدافعين اللي دخلوا نادي الزمالك. ركز عشان خاطر ترجع لمستواك اللي احنا عرفناك بيه. ونتيجه التراجع ده بقى اللي الزمالك عمله، بيراميدز مسك كوره وكان اخطر كتير على نادي الزمالك. المفروض بعدها زي ما قلت لك كان الزمالك يهاجم لكن ده ما حصلش. بيراميدز كان اخطر، تغييرات باتشيكو مع بيراميدز عملت الفرق. رمضان صبحي استغل خطا دفاعي ما يغلطوش لعيب ناشف في نادي الزمالك. عمر جابر سايب التمركز بتاعه كان سرحان فين انا مش عارف عشان يستغل رمضان صبحي
خطا تمركز عمر جابر ويجي التعادل. انا ما كنتش زعلان على التعادل لان كنت فاكر ان الزمالك، وقلت لك الحلقه اللي فاتت، هينهزم بنتيجه تقيله، لكن ده ما حصلش والحمد لله على كده. التعادل مرضي جدا لجماهير نادي الزمالك في ظل اللي حصل النهارده، او في ظل اللي حصل في ظروف نادي الزمالك، ان الزمالك يتعادل قدام سكواد مرعب لبيراميدز، ده شيء كويس يحسب للمدرب وللاعيب. لكن كابتن احمد سليمان اللي كنت متواجد النهارده في اللقاء شفت كل حاجه. النهارده سيف الدين الجزيري عامل مشاكل عشان المساعدات، هو حسام عبد المجيد. اقسم بالله لو انا مكانكم والقائمه دي نجحت لا يحصل غربله في نادي الزمالك. الصفقات الاجانب الاربعه اللي عندك ابراهيم ضاي والمسلوسي وسامسون المفروض يمشوا خلاص، ما يبقاش عندك اجانب خالص، وتبدا تجيب صفقات ملائمه لنادي الزمالك. سيف الدين الجزيري بيتكلم عن المستحقات وده حقه، لكن احنا عايزين برضه ان احنا نعلى بالاجانب اللي عندنا وجايب لنا لعيبه كويسه. تصريحات اصيبي بعد الماتش فيها حاجه انا مش فاهمها، ازاي حمزه المسلوسي من احسن المدافعين او من احسن الباك اليمين الموجودين في الدوري المصري؟ ازاي يا فندم انت ما بتشوفش باكات اليمين عند الفرق كلها؟ مش فاهم انا والله. يعني عندك مثلا انت هتقارن المسلوسي باحمد فتحي بمحمد هاني اقل شيء؟ لا طبعا احسن من المسلوسي بكتير. المفروض اللعيبه دي كلها تمشي ويجي محترفين اجانب تانيين، مع بقى تغيير 5 6 لعيبه زي رو او عمرو السيسي والناس دي كلها تمشي. والمفروض يبقى عندنا سكواد محترم عشان احنا هنبدا مواسم المفروض ان هي امل نادي الزمالك بقى لها اكتر من 10 سنين ان احنا خلصنا من مرتضى منصور، فيجي لنا رئيس واعضاء حاسين بنادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك. عشان كده احنا عندنا ثقه في ربنا ثم فيكم ان تغيير نادي الزمالك يجي عن طريقكم انتم. فاول مباراه الدوري انتهت بتعادل نادي الزمالك، وده قلت لك نتيجه كويسه جدا. قبل ما انهي الحلقه عندي خبر كويس ان دوري السوبر الافريقي اللي مشارك فيه النادي الاهلي ونادي صن داونز هينذاع رسميا على قناه ابو ظبي في وجود سيد عبد الحفيظ مدير الكره السابق في النادي الاهلي. دي كانت ملخص اخبار حلقتنا. لو اول مره تشوفني حاجه غريبه جدا، تعمل لايك واشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. كان معاكم الأنز على قهوة الزملكاوية. سلام.